بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي، قناة أم محمد وائل. بصوا يا حبايبي، إن شاء الله أنا هعمل معاكم النهاردة سمك مشوي. انتوا متعودين معايا، أنا بغسله كويس، بفتح بطنه الأول زي ما انتوا عارفين كده. طبعا اطلع اللي في بطنه، بس أنا طبعا مش كده بس. وبعدين اجي اشيل النخشوش بتاعه زي ما انتوا متعودين معايا كده. لازم اسيب بطنه فاضيه خالص كده يا حبايبي، اهوت زي ما انتوا شايفين. انا لازم اشيل كده خالص، بنضفه خالص، وبطنه عضت نضيفه اهوت. شايفين انا لازم اسيب البطن فاضيه خالص، فهخلص كده. بصوا يا حبايبي، انا كده غسلت السمك زي ما انتم متعودين معايا اهوت. شايفين انا غسلته زي ما انتم عارفين معايا، وحطيت عليه الطماطم وحطيت عليه الليمون. وهعمل ان شاء الله طبق بدنجان من ده، عشان مش عايزه المسه عشان بس السمك. انا غسلته كويس وشقيته من قلبه اهوت كده. وهعمل معاكم بدنجان مشوي برضو في الفرن البلدي، بس انا بنجيبه كبير بالحجم ده عشان تلاقيه ملحم، يعني تلاقي في قلبه لحمه. اصل بتشوفي في الفرن اللي هو بتاع الحطب، فلو جبت البدنجان صغير بنشف منك، بتلاقيه نشفان وما فيهوش لحمه. فانا بجيبه كبير كده بالشكل ده. فان شاء الله هعمل جاهز معاكم بقى الدقه للبدنجان وللسمك وارجع لكم. بصوا يا حبايبي، انا كده جهزت الدقه بتاعت السمك. دي ليمون وجزر وطماطم وفلفل، ودوت توم اهوت ناشف وتوم اخضر. ودي الدقه اللي انتم متعودين معايا، كزبره، ملح، دقه سمك، كزبره ناشفه، كمون. فهحط ده كله في الخلاط وهضربه. بصوا يا حبايبي، وهحط كزبره وشبت كمان اهوت. اي حبايبي، الدقه بتاعتي بعد ما عملتها، بعد ما خلصتها اهيت بالجمال ده. وحطيت عليها زيت كمان ونقطه خل. يا حبايبي، انا كده حطيت الزيت بتاعي على النار عشان يسخن. هنزل عليه على طول بالبدنجان بتاعي اللي انا هقليه. ما تخليش الزيت بتاعك يتقدح، انزلي على طول بالراحه كده. انا كنت نفسي اعمله معاكم مسلوق، هعمله مره تانية ان شاء الله. طريقه جميله جدا، بيبقى مسلوق تاكليه برضو بالدقه. انتوا شايفين احنا جايبه البدنجان كله صغير عشان لو حشيتيه بيبقى صغير وحلو، شكله حلو يعني شكله حلو في الاكل. بصوا يا حبايبي، كده دي الدقه بتاعه البدنجان المقلي. كزبره وشبت، فلفل، توم، جزر، طماطم، كزبره ناشفه، يعني معلقه كزبره ناشفه، معلقه كمون، رشه ملح بيضه بسيطه. طبعا انتوا عارفين اي نوع بدنجان ما بيستحملش الملح. هنجيب بقى طبق كبير حلو كده، هنقلب كل المكونات اللي معانا دي على بعضيها عشان نحشي السمك انا اسفه، البدنجان بتاعنا مش السمك. طبعا هو البدنجان بتاعي بيتقلي. هنزل الاول بالفلفل، الحاجات دي كلها. يا حبيبي، هنزل بقى بالطماطم بتاعتي. انا مش هحط الحاجات دي على البوتاجاز خالص، انا بحشي البدنجان بتاعي ني في بعض يعني عشان يبقى حلو. يا حبايبي، انا كده عملت الدقه بتاعتي زي ما انتم شايفينها بالجمال ده. وده البدنجان بتاعي، شايفين استوى 100 100 اهوت، جميل جدا. والقلب مفتوح اهوت. بجيب بقى، هو طبعا ما بياخدش حاجه كتير، بحشي الدقه بتاعتي في قلبه كده، وارصه في الطبق. والدقه اللي تفضل منك ما ترميهاش خالص، سيبيها هتحتاجيها. اخلص كده. بصوا يا حبايبي، الطبق الباذنجان بتاعي بالشكل الجميل ده. ماشي، ما تنسوش بقى اللايك الحلو من ايديكم الحلوه، والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اجهز بقى الدقه بتاعت البدنجان المشوي بتاعي، بتبقى مختلفه شويه عن الطبق البدنجان ده. بصوا يا حبايبي، انا كده جهزت الدقه بتاعت البدنجان المشوي. طبعا في فرق كبير بين التانية انا حاطه عليها طماطم وحاطه عليها توم. انا ما حطيتش على البدنجان المشوي. هننزل بقى الاول، انزل اشوي السمك، يعني هشوي معاكم كده واوريكم انا هشويه ازاي او بعد ما اشويه. وبعدين اجي اطبخ الرز الاول.
بس هننزل نشوف السمك الاول مع بعض. ودول طبعا انا هسيبهم لحد ما البدنجان يتشوي، وانا هشوي البدنجان بتاعي مع السمك. فانا هنزل الاول اشوف السمك كده. بصوا يا حبايبي، هو كده الفرن شغال، وانا حطيت السمك بتاعي في الرده اهوت. هرصه على المطرحه بتاعتي او مش يا حبايبي، هكمل معاكم عن ما اعمل مشطين كده واحطهم في الفرن يعني. بصوا يا حبايبي، انا كده حطيت السمك في الفرن اهوت. ده لسه محطوط اهوت، يا رب يكون ظهر لكم. ده لسه محطوط، ودي البتاع دي مشوي اهوت. شايفين الجمال ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. ده الفرن القش بتاعنا اهوت، والسمك انا اساسا الفرن اهوت شغال، يعني ايدي ما عدتش طايقاها اصلا من السخونيه، بس انا حبيت اوريكم اهوت. بصوا حبايبي، وبعد انا ما شويت السمك اهوت وملحته وطلع اهوت ما شاء الله. انا ايدي طبعا متعصه رده، بحتزل لكم السمكه اهوت. السمكه بيضه وجميله اهيت. ودي شكل السمك بعد ما طلع. هنخش بقى نطبخ مع بعض الرز لحديت ما. بصوا حبايبي، انا نزلت هنا في الحله بتاعتي هطبخ الرز معاكم. هعمله يعني احمر شويه، اللي هو حبايه وحبايه، او رز دقن الشايب، مش عارفه، اكتبوا له في الكومنتات قولوا هو له اسم تاني ولا لا. نزلت بمعلقتين سمنه كويسين، معلقتين كبار يعني، ونزلت بمعلقه زيت. هنزل بقى بالرز بتاعي عشان يتحمر. بصوا حبايبي، انا هنزل بقى بمعلقه فلفل اسمر صغيره، وهنزل برضو بمعلقه كمون. الحاجات دي بتدي للرز نفس حلو قوي، بس الرز اللي هو بتاع السمك انتوا شايفين كده. تقعدي بقى تقلبي فيه لحد ما يديك اللون الجميل اللي احنا بنحبه ده. اهو يا حبايبي، انا بحمر في الرز اهو زي ما انتوا شايفين. لازم اسيبه يحمر كويس. وزي ما قلت لكم جربوا الكمون والفلفل، بيخلي الرز بتاع السمك ريحته جميله جدا، ونفسه بيبقى طعمه حلو في الاكل. حبايبي الرز اهو احمر زي ما انتوا شايفينه. هنزل على طول بقى بالرز بتاعي الابيض، انا غسلاه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم في الطشه بتاعه الرز دي؟ لو الواحد بيطبخ ملوخيه مش هتيجي الطشه الجامده دي. بس ايه رايكم؟ شفتوا الجمال؟ بيبقى الرز شكله حلو قوي بالكمون والفلفل. هنزل عليه بالمعلقتين الملح بتوعي. حطيت الملح، اقلبه كويس. ما تحطوش الميه على طول، انا قلت لكم قبل كده لازم تسيبوه يعني يجي 10 دقايق كده ولا 5 دقايق يتشرب من السمنه والملح. الميه بتاعتي غليانه، انا كده سبته اهوت يجي 5 دقايق. شايفين؟ هنزل عليه بالميه السخنه بتاعتي على طول. عايزه تخلي الرز يبقى طبخه حلو، لازم تسخني الميه ليه. سخني الميه الاول والرز يطلع معاكي جميل. هنزل عليه بالميه بتاعتي اهي يا حبايبي. بس هو هيعوز ميه كمان، احط له شويه كمان. الرز ده بياخد ميه كتير، في رز بياخد ميه وفي رز ما بياخدش، بس انا هحط له كمان شويه كده كويس اهوت. وانا قايله لكم قبل كده اللي بيبقى الحاجات السمرة دي الكمون والفلفل، هخليه بقى يستغطى عشان خاطر ولما يتشرب هوريه لكم كده. نروح بقى عشان نكمل السمك. بصوا حبايبي، انا كده هغطي الرز بتاعي عشان يتشرب. بس انا بقول لكم يعني انا كده خلصت السمك والرز علقت عليه، وعملت البدنجان المقلي. لسه بقى هجيب البدنجان المشوي ابداه معاكم. انا السمك شويته وخلصته وملحته، بس هجيبه اوريه لكم بقى. كده هغطي الرز بتاعي الجميل. بصوا حبايبي، ادي البدنجانه بتاعتي بعد ما اتشوت. هي طبعا شايفين بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم. شايفين الجمال؟ هي استوت خالص اصلا، انا ما بحطهاش على البوتاجاز تاني اهي. زي ما قلت لكم قبل كده، عايزين تكسبوا البدنجان ده ويطلع منك يبقى حلو بالجمال ده. طبعا لو في بذر زي ده كده انا برميه، بس انا باخد الابيض بس. هجيب الطبق بتاعي وانزل عليه بيه، وانزل عليه بقى بالدقه الحلوه، البهارات، الحاجات اللي انا موريها لكم. لازم تجيبوه كبير عشان يطلع منكم كده بالشكل ده. لكن لو جبتوه البدنجانه صغيره بتنشف منك في الفرن، ما بتبقاش كويسه خالص. هو كله مستوى، شايفين الجمال ما شاء الله. هنزل بقى على طول هعمل بالدقه بتاعته. بصوا حبايبي، انا بعد ما فضيت البدنجانه بتاعتي اهيت، طبعا القشر بتاعها بخرج بشيله. احلى حاجه في البدنجان الزيت اللي بينزل ده، بيخلي البدنجان طعمه حلو قوي. ده في قلب البدنجانه ذات نفسها. هنزل عليه بالدقه بتاعتي على طول. بصوا حبايبي، كده بعد ما الرز خلص ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. شايفين الجمال اهو؟ شايفين
بالرز اهو، والفلفل الاسمر بيديله شكل حلو وطعمه حلو يعني ونفسه حلو اهوت. رز مفلفل وجميل اهوت اهو. قولوا ايه رايكم حبايبي. كده الاكل بتاعي بعد ما خلص. ده السمك المشوي بتاعي اللي انا كنت بشوي معاكم، ومعايا الجبنه الحادقه، ومعايا جبنه بيضه، والطبق البدنجان الجميل ده اللي هو مقلي معاكم انا موريه لكم قبل كده، والسلطه بتاعتي الجميله اللي انا بعملها دايما معاكم، والطبق البدنجان المشوي انا ما حطيتهوش على البوتاجاز خالص. انا عملته معاكم زي ما انا مشوي من الفرن، جايباه من الفرن. والطبق الرز بتاعي ريحته جميله جدا، والفلفل الاسمر والكمون مديه طعم حلو. وده السمك بتاعه مشوي، بس انا عايزه بس اوريكم البطن بتاعته، الدقه داخله فيه وجميل جدا اهوت. شايفين ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. والعيش الفلاحي بتاعنا اهوت. تعالوا بقى نبدا مع بعض بقى الفيديو، ونبدا نعمل مع بعض كده الحاجات الحلوه اللي انا عاملاها ديت. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد.